السلام عليكم شباب، اهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من التي اي 22 سترينث. اليوم راح نحكي عن ابرز واهم الاسباب اللي ما تخليك تبني عضلات اكثر او ما تخلي جسمك يتطور اكثر، فخليكم ويانا. اول سبب يكون عندنا الاكل. مثل ما نعرف الاكل هو اهم الشغلات اللي نحتاجها حتى جسمنا يبني عضلات اكثر وحتى نتطور اكثر. فبالتالي هنا اذا ما تاخذ احتياجك الكافي من السعرات او ما تاخذ احتياجك الكافي من نسبه البروتين اللي تحتاجها بيومك، راح يكون عندك عملية البناء بطريقة معقدة أو حتكون عندك صعوبة في عملية البناء. ثاني شيء عندنا النوم من أهم الشغلات اللي تحتاجها حتى يكون عندك عملية بناء صحيحة، وحتى يكون عندك عملية استشفاء صحيحة، وحتى تكون عندك زيادة بإفراز هرمون الجروث هرمون وهرمون التستوستيرون. فبالتالي إذا ما تأخذ احتياجك الكافي من النوم أو ما تأخذ أو ما تعطي جسمك الراحة الكافية اللي يحتاجها حتى ينام ويسوي عملية استشفاء صحيحة، فبالتالي جسمك ما راح يقدر يتطور وراح تكون سبب رئيسي بعدم تطور الجسم. ثالث نقطة عندنا التمرين من أهم الشغلات اللي نحتاجها حتى جسمنا يقدر يتطور، حتى تقدر تبني عضلات. فبالتالي إذا ما تتمرن بشكل صحيح أو ما تكون عندك تمرين بشدة وجهد عالي، الجسم ما راح يقدر يتطور أكثر وما راح تقدر تبني عضلات أكثر. فبالتالي تحتاج إلى تمرين صحيح وجهد عالي حتى جسمك يتطور وحتى تقدر تبني عضلات أكثر. النقطة الرابعة عندنا الكارديو مثل ما حكينا بالحلقة اللي فاتت هو من أهم الشغلات حتى يكون الجسم، حتى يساعد الجسم في عملية بناء العضلات. بس إذا تسوي كارديو زايد أو تسوي تمارين هوائية زايدة راح يكون سبب رئيسي بعدم بناء العضلات. فبالتالي إذا تسوي كارديو بجهد عالي أو تسوي كارديو بزيادة عن احتياجك راح يكون جهد على عضلات جسمك، فبالتالي عملية بناء العضلة حتكون بصعوبة وما راح تقدر تبني عضلات أكثر وجسمك ما راح يقدر يتطور أكثر. خامس نقطة عندنا التشيت ميل من العوامل اللي تساعدك حتى تكسر روتين الدايت من تكون على دايت بشكل كلش طويل. فأنت إذا تسوي تشيت ميل بشكل يومي أو وجبة مفتوحة بشكل يومي ما راح تقدر تتطور عضلاتك أكثر وما راح تاخذ احتياجك الكافي من الاكل، لان راح تدخل سعرات زايده، فبالتالي عمليه بناء العضله حتكون معقده او ما راح يكون عندك تطور بجسمك. سادس نقطه عندنا الموبايل قد يكون سبب رئيسي بعدم تطور جسمك وعدم بناء عضلات اكثر، لان راح تكون خلال الوقت اللي تروح به للتمرين، لان راح تكون مشغول بتليفونك وما راح يكون عندك تركيز كافي حتى تقدر تطور او تبني عضلات او تعطي الحد الأقصى من الجهد اللي عندك إلى تمرينك. فبالتالي حتكون متشتت أكثر من ما تكون مركز بالتمرين، فبالتالي ما حتستفاد بشكل عالي من جلسة تمرينك، فبالتالي حتقلل عملية بناء العضلات. النقطة السابعة الروتين والملل قد يكون من الشغلات الأساسية اللي تواجهك وما تخليك تقدر تبني عضلات أكثر. شنو يعني؟ يعني مثلا إذا أنت تروح للتمرين مثل ما تعرف اول اسابيع او اول اشهر راح تشوف عندك تغيير عالي، فراح يكون عندك تطور بجسمك، فبالتالي حتكون النتائج ايجابيه. بس ورا فتره من راح تستمر بكمال الاجسام راح يقل عندك عمليه التطور وحد جسمك يتطور اقل هنا، فبالتالي حيكون عندك روتين. فهنا يحتاج دائما تغير الكورس مالتك او حتى احتمال تغير القاعه مالتك او تغير الطريقه اللي تتمرن بها او الوقت اللي تتمرن به، وحتى تعطي وتفاجئ العضله بشيء جديد فتساعد على عمليه البناء او التطور. هذا كل اللي كان ويانا بحلقه اليوم. ان شاء الله عجبتكم الحلقه. اذا عجبتكم الحلقه ادعمنا بلايك ومشاركه وتعليق، وان شاء الله القادم احسن. انا اخوكم ليث حمود والسلام عليكم. Let's do it people. Wow.